السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. العروض الأوروبية تتهافت على لاعبي منتخب الأولمبي المصري. قدم منتخب مصر الأولمبي أداء مميزا في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، حيث جذب أنظار العالم بعد تحقيق صدارة المجموعة الثالثة بانتصاره على منتخب أسبانيا القوي بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الفوز على باراجواي والصعود المربع الذهبي في الأولمبياد. ويقود كتيبة المنتخب الأولمبي البرازيلي ميكالي الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهو مدرب يعي جيدا طريقة التعامل وتأهيل اللاعبين صغار السن، لذا فهو يفسر لنا ظهور الفراعنة الصغار بأداء مميز في منافسات باريس عام 2024. ظهور لاعبي منتخب مصر الأولمبي بشكل مميز جذب إليهم أنظار المتابعين في العالم، بل أيضا وكلاء اللاعبين وبعض شركات التسويق، حيث بدأوا في التهافت من أجل محاولة تسويق اللاعبين في الأندية الأوروبية بعد الأداء المثالي في أولمبياد باريس عام 2024. أبرز تلك الأسماء التي جذبت أنظار شركات التسويق هو إبراهيم عادل، جناح بيراميدز وقائد ذلك الجيل الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية في مسيرته، حيث ظهر بأداء مميز في أولمبياد باريس عام 2024 بتسجيله ثنائية في شباك أسبانيا. كانت تقارير قد ربطت إبراهيم عادل في وقت سابق بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، لكنه استمر في بيراميدز حتى عاد للظهور في الأولمبياد بأداء رائع ليجذب أنظار المتابعين من جديد، بل أنه صار مرشحا للانتقال للدوري البلجيكي خلال الفترة المقبلة. لاعب آخر حظي باهتمام فرق أوروبية ألا وهو محمود صابر، لاعب فريق بيراميدز، أيضا لم يشارك في أول مباراتين بدور المجموعات بسبب خضوعه لعقوبة الإيقاف بعد طرده في نهائي كأس أفريقيا تحت 23 عاما ضد المغرب، لكنه رغم ذلك تلقى عرضا من فريق كاراباتي لافيف الأوكراني الذي يبدي اهتماما كبيرا بضمه خلال فقرة الانتقالات الصيفية الحالية. أما حمزة علاء حارس مرمى نادي الأهلي الذي لا يلعب مع فريقه، فخرج بشباك نظيفة في أول مباراتين بدور المجموعات، وتلقت شباكه هدفا ضد أسبانيا ليجذب الأنظار، حيث تلقى عرضا شفهيا من يونيون سان جولياس البلجيكي، وهو أقرب من لمغادرة ناديه خلال ميركاتو الصيف الحالي بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري للفريق مارسيل كولر. أما أحمد سيد زيزو جناح الزمالك أحد لاعبي فريق الكبار الذين دعموا كتيبة المنتخب مصر الأولمبي، فكانت منافسات الأولمبياد فرصة كبيرة له لإحقاق أماله في العودة للاحتراف الخارجي، واستغل تلك الفرصة بشكل مثالي، حيث تلقى عدة عروض من الدولة الفرنسي وبات قريبا من الرحيل عن الفارس الأبيض في ظل الأزمات المادية الصعبة لفريقه، عوضا عن العروض السعودية الشفهية التي يملكها أيضا في جعبته. العروض وهو بلال مظهر مهاجم باناسينيكوس اليوناني الذي عد بديلا لأسامة فيصل في قيادة هجوم منتخب مصر الأولمبي، حيث لا يمر اللاعب بأفضل أيامه في فريق ويرغب بشدة في الرحيل. الأمر ليس مقتصر على الأسماء المذكورة سلفا، فهناك أحمد عيد ظهير المصري البورسعيدي ظهر أيضا بشكل جيد، ومتوقع أن يتلقى عدد من العروض. أما أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي فأصبح أحد أهدافه نادي الأهلي تدعيم خط الهجوم بلاعب محلي غير فترة المقبلة إن شاء الله. يذكر أن محمد النني قائد المنتخب مصر ولاعب فريق أرسنال الإنجليزي السابق أتم انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي بعدما كان مرشحا لانتقال الأهلي، إضافة لاهتمامه عدد من الأندية التركية والسعودية بضمه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.